معليش شغلات رومانسيه. السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. انا الحمد لله. عدنا بروتين خفيف وظريف، روتين بزاف بزاف شباب. كما راكم تلاحظوا هنايا نضت الصباح شويه بكري. وجدت لك خايب لوليداتي هذا واش ياكلهم الصباح. نسيي كيفاش ندير لهم، نبدل لهم اشاك فوا واش نوجد لهم. خطرة دي كريب، خطرة لي سيريال، خطرة دي كوكيز، خطرة كل خطرة واش نوجد لهم. هذه هي. نروحوا نوجدوا طبق رئيسي اللي وجدته نهار الجمعة 12. طبق يجي بزاف 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 بنين وسهل. فوالا هنايا حكمت البلوند بولي. حنوجدوا ها شرائح الدجاج هكذا محشيين. دوك شوفوا به واش نحشوه لداخل. نشد هكذا نقطع البلوند بولي، نسي كيفاش نديروه بزاف بزاف رقيق. شوفوا توما اختياري، تقدروا كي تقطعوا هكا مورسو كبير تاع البلوند بولي تقدروا تخلوه هكا، معناتها تحشوه هكا كبير وتدوروه. انا لا انا باش يكون عندي كميه بزاف كبيره خيرت اني كل وحده نقطعها على زوج كيما راكم تشوفوا. اني قطعت على زوج. هنايا سيت كيفاش نضغط عليها هكذا باش يولي بزاف بزاف رقيق. تقدروا تستعملوا هذيك الآلة اللي يستعملوها باش يولي بولي هكا باش تبلاطيو البولي. هنايا زدت الملح وزدت تاني فلفل الكحل هكا باش يدي نكهة مليحة البولي تاعنا كي نطيبوه. دوكا نشوفوا باش نحشي هذا البولي. هنا تاني زدت الفرماج، هذا اختياري، كان عندي فرماج وتاني درته من الفوق كما راكم تشوفوها. شوفوا هذا الطبق هايل بزاف هايل، ننصحكم انكم تجربوه. دونك باش نحشيته انا حطيت هنايا لو فرماج رابي وزدت المعدنوس وزدت شويه ثوم. نخلطو كامل، نخلطهم تري تري بيان كما راكم تشوفوا. ومن بعد نبدا نحشي لو بلوند بولي، شرائح الدجاج التوعي. هامليك نورمالمون الصوره راهي واضحه ان شاء الله. توجدوا هذا الطبق وترجعوا لي في التعليقات واعطوني رايكم بصدق. وهنايا نبداو ان نغلقوا كامل الشرائح تاعنا ونشدوه بالكوردون هكا باش كي نحطوه في لاصوص ماشي الحشو تاعنا ما يخرجلناش. بون شويه سي ديفيسيل ان بتي باسكو كاع محلولين يعني، بصح بالكوردون سيت كامل كيفاش نشد البلونط بولي تاعي باش ما يخرجش الحشو تاعي. هاوليك نكمل كامل الكميه تاعي كما راكم تشوفوا في الفيديو. باش نرافق لو بلون دو بولي ولا شرائح الدجاج تاعي، هنايا حكمت البطاطا على حساب العائله، قطعتهم كامل دوائر فوالا كما راكم تشوفوا في لا فيديو. ونقليهم في الزيت. انا ما درتهمش في الماء وما درتهمش في الفور باسكو الفور سا برون بوكو دو طون، دونك جو بريفير درتهم قليتهم عادي. فوالا هنايا درت شويه مارغرين في المشوي تاعي باش هكا نروح نقلي شرائح الدجاج تاعي. فوالا نقليهم على نار هادئه، سواء ديروا مارغرين ولا الزبده كما تحبوا. هنايا خلاص قليتهم ونحيتهم كامل. وما تنساوش لازم تنحوا لي كوردون تاعكم. لي كوردون يتنحاو بالك تحطوهم في لاصوص بلي كوردون باسكو سي ان دونجي. ما تنساوش هاد اللقطه. هذا المشوي خليته باش ندير لاصوص بنفس المقله. حندير لاصوص تاعي. هنايا درت الثوم، درت لها شويه السمن. خليت شويه البلوند بولي كي كنت ندير شرائح، هذا كان ملي نحيته راني حطيته في المشوي تاعي. زدت شويه ملح، شويه فلفل كحل، نخلطو
نخلطو نروحو نقلوهم على نار هادئة، ومن بعد نزيدو الزيتون، هذا اختياري. هذه سيت صوص بلونش. وزدت القرفة، حقا نسيت، زدت شوية قرفة. زدت الزيتون، وتزيدو شوية ماء سخون وتخلوه يقلي شوية. فوالا هنايا زدت الماء سخون. هذه اختياري، لاصوص هذه اختياريه، تقدري ديريها وتقدري ما ديريهاش، تقدري ديري لي فريتي لي بولات من الفوق، هذا ما كان. بصح انا خيرت ندير لها شويه لاصوص باش تولي تكون مشربه شويه، لو غراتان تاعنا يكون شويه مشرب ماشي هكاك ناشف. فوالا هنايا لي كوردون، راني نحي في لي كوردون، بالك وتنساو لي كوردون تاعكم. نحي حطيت كامل شرائح الدجاج في لاصوص، تحطوهم وتخلوهم شويه يتقلاو على نار هادئه، بصح خلو شويه لاصوص. فوالا حطيت كامل لي بولات تاوعي بعد ما نحيت لهم لي كوردون في المشوي تاعي. سيو كيفاش تحطهم هكا دويره باش يجي شويه سما لا ديكوراسيون تكون مليحه. فوالا ومن بعد من الفوق واش حطيت من الفوق الفرomاج رابي، هذا تاني اختياري البنات، هذا اختياري. انا قعد لي الفرomاج رابي اللي حطيته في داخل الحشو، قعد لي دونك حطيته فوق هذا الطبق، فوق لي بولات تاوعي. فوالا كي نكمل نحطو يتقلى على نار هادئه وخفيفه. هنايا هاي البطاطا تاوعي، هنا نحيت كامل لو بولي، درت غير لاصوص فوق البطاطا. قلت لكم هكا باش يكون لو غراتا مشرب، انا ما نحبش يكون لو غراتا سما ناشف. دونك نحطو لي بولات تاوعي تاع الدجاج يكون محشي داخل بالفرماج، الله الله، والمعدنوس يجي بزاف بزاف بنين. ننصحكم انكم تجربوه ان شاء الله ورجعوا لي في التعليقات. دونك هنايا حطيت شويه برك فرماج رابي وحطيته في الفور باش يذوب برك الفرماج. هنا كلشي طايب، حطيته في الفور باش يطيب لنا من الفوق. دوك تشوفوا الطبق النهائي. هاوليك لو غراتان تاعنا يجي بزاف 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 بنين، ننصحكم انكم تجربوه. حاجه اللي عجبتني فيه انه مشمخ، دونك ماشي ناشف. هذه هي هاوليك الطبق تاعنا، ان شاء الله تجربوه وبالصحه والعافيه. دوك نروحو نوجدو لي كوكيز تاعنا. لي كوكيز نسحقو بيضه كامله وصفار بيضه وقرصه تاع الملح لتحسين الذوق. هنايا حطيت نص كاس تاع السكر. نقعدو نخلطو حتى السكر تاعنا يذوب في البيض تاعنا. نقعدو غير نخلطو فوالا باش هكذا السكر يذوب لنا. وهنايا واش نضيفو ملعقه صغيره تاع لافاني هكا باش تزيد لي كوكيز تاعنا الذوق، وما ما نحسوش بالذوق تاع البيض، كي ما يحبش الذوق تاع البيض. دونك حطينا لافاني، وتقدري تحطي شويه تاع السيترون. هنايا حطيت نص كاس تاع الزيت هنايا تحطيه دفعات ماشي دفعة واحدة، وهذا هو السر تاع هشاشة لي كوكيز تاوعك. حطي الزيت تدريجيا وقعدي غير تخلطي. شوفي كيفاش يقولوا القوام تاع لاباط تاعنا شحال هايله. هنايا حطيت كاس قل اصبعين تاع المايزينا. المايزينا هنايا تاني الضوء تاعها تولي الكوكيز تاعني تولي طريه من الداخل. مارغري من الفوق كي طيبيها تقولي راهي نشفت لي ولا تسوليد، بصح لا لا، كي تطيبيها لداخل تكون بزاف بزاف طريه. هنايا نروح
نضيفوا 2 ملاعق كبار تاع كاكاو. هنايا هو سر البنة تاع لي كوكيز تاعك. لازم تخيري الكاكاو اللي يكون بنين، هذاك الكاكاو البني اللي تكون ريحته بزاف بزاف بنينة. هنايا ضفت ملعقة صغيرة تاع خميرة الحلويات. فوالا. دونك تقعدي تخلطي كامل الخليط تاعك حتى الكاكاو يدخل في الخليط تاعنا. كلش كل قاع المكونات يتجانسوا فيما بعضها. هاوليك تقعدي غير تخلطي كما راكي تشوفي في لا فيديو تاعنا. هذه الحلويات من أروع وأسهل حلويات تاع الزيت اللي ممكن تجربيها وتطيبيها. هنايا ضفت الشيكولا هكذا. هنايا نضيف 50 غرام تاع الشوكولا. نضيفها ونقطعها كامل مربعات صغار ونضيفها للخليط تاعنا. هنايا حتزيد له بنة بزاف بزاف هايله. ان شاء الله تجربوا الوصفه. مازال ما كملناش الوصفه، مازالنا حنزيدوا لها الفرينه ومازال نصائح قيمه في الطياب تاع هذا لي كوكيز باش تجيكم طريه وتفرحوا بها. هنايا ضفت كاس تاع الفرينه. الكاس نخليلو شويه. المهم لازم الحلوى تاعنا تكون طريه بزاف، ما تلاصقش بزاف في اليدين، بصح تكون طريه. بالك ديروها قاصحه. الا درتوها قاصحه ما تجيش الوصفه بنينه. ولا خيرتوا الكاكاو اللي ماشي بنين وماشي مليح، الا خيرتي هذاك الكاكاو الاسود هذاك، الوصفه تاعك ما تجيش بنينه. هذه هي البنات. ان شاء الله تجربوا الوصفه بزاف بزاف بنينه وبزاف سهله وديريها في وقفه واحده. فوالا. دوك نسيي كامل ندخل الفرينه في المكونات تاعنا. هنايا دوكا حنستغنى على لاسباتول ونستعمل اليد باش نشوف بيديا، نحس لاباط باليدين ماشي بلا سباتول. فوالا. هنا زدتلها شويه فرينه باسكو بزاف تتلاصق. المهم نتوما عينكم ميزانكم، شوفوا نتوما باسكو على حسب الفرينه. كاين الفرينه اللي تشرب وكاين الفرينه اللي ما تشربش. شوفوا هنايا لاباط تاعنا شحال راهي بزاف بزاف خفيفه وتتلاصق في اليدين. راني نوري لكم بالعقل بالعقل. شوفوا كيفاش راهي طريه وخفيفه وبزاف هايله. ان شاء الله تجربوا الوصفه وترجعوا لي تكتبوا لي في لي كومونتير وشجعوني ان شاء الله باش هكذا نتشجع ونكمل في القناه. هنايا بديت نوزن الكريات تاوعي، كل وحده دير 23 24 25 غرام. فوالا. تقدروا تكبروهم تقدروا تصغروهم، هذا اختياري كما تحبوا. هنايا يا البنات باش ما ننساش اني قبل ما نبدا الوصفه تاعي شعلت الفور تاعي من الفوق هكا باش يكون واجد، باش كي نكمل تحضير الوصفه تاعي يكون ديجا الفور سخون. هنايا كملت حضرت كامل الحلوى تاعي. دونك هنايا حطيتهم من التحت. بالكو تغلطوا. شوفوا انا شعلت من الفوق والحلوى تاعي طيبتها من التحت، حطيتها من التحت. تحطوها حتى تبدا تتشقق هكذا الحلوى تاعكم. كي تتشقق شعلوها من التحت، طفوا من الفوق وشعلوها من التحت. ما تزيدش في 3 دقائق ونحيها. شوفوا هنايا كيفاش. دونك هذا هو السر تاع هذا الجاتو. شوفوا هنا كيفاش خرجت كيفاش تشققت. الله يبارك. شوفي جات بزاف بزاف بنينه. شوفوها شويه ماهيش طايبه من تحت، بصح كي تبرد الطيب تولي طايبه. دونك بالكو تنساو طريقه تاع الطهي تاع هذا الجاتو هو السر تاع النجاح تاعو. هذه هي. شوفوا شحال جات بزاف. شوفي كيفاش تشقت كامل. الله يبارك. فوالا. شوفوها شحال طريه من الداخل. تشوفي من الفوق تقولي راهي سوليد، بصح بنينه بزاف. وهنايا نروحوا نحضروا السر الياباني اللي راح يفتح البشرة تاعك 3 درجات وراح ينحي لك كامل الرؤوس السوداء ويخلصك من التصبغات والبقع الغامقة. هنا نحكموا 3 ملاعق كبار تاع الروز ونزيدوا له 2 كيسان تاع الماء ونخلوهم
يطيبوا على نار هادئة، ومن بعد نخلطوهم حتى يولي كريم. شوفي كيفاش ولا هنايا كريمي. ونضيفوا 2 ملاعق كبار تاع الياغورت الناتيو، فوالا. ونزيدوا ملعقة كبيرة تاع زيت الزيتون، ونضيفوا ملعقة كبيرة تاع زيت الليمون ولا زيت جوز الهند، هذا اختياري، نتوما تخيروا. هذا الكريم تاع الروز السحري جدا لتبييض البشرة، وتمدلنا إشراقة ونضارة طبيعية، ويقلل ظهور التجاعيد. وفوالا نخلط كلش مع بعض حتى يصبح المزيج تاعنا كريمي. نضعه في علبة في الثلاجة، صالح لمدة 7 أيام. فوالا. نديرو الكريمة تاعنا على بشرة نظيفة مدة 30 دقيقة، ثم نغسلو بالماء دافئ ثم ماء بارد. صدقوني يا البنات، من أول استعمال حتحسي بنتيجة فورية، وبشرة نقية وبيضاء من غير عيوب أو مشاكل. هذه هي يا البنات، إن شاء الله تنوضي وتنحي العجز على روحك، وتستعملي هذا الكريم حتى في الفريجيدير، وتقدري تستعمليه يوميا أو نهار نهار لا. وشوفي من بعد النتيجة كيفاش ولات، والله غير هنايا حطيته 3 دقائق.